بقى شباب عن الايتيولوجي. يا ترى ايه السبب؟ قال لك ان السبب يعني احنا مش عارفين، ولكن في كذا ثيوري او كذا نظريه بتتكلم عنها. حاجات بقى خاصه مثلا بالجينات، ممكن تكون حاجات خاصه بالاميونولوجي، مناعه، حاجات بالديتروجين ديفيشنسي او مواد في الغذاء زي الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وهكذا. كل سبلمنت دي يعني مش بتكون موجوده في الغذاء بشكل كويس، فبالتالي ممكن تكون سبب. احنا مش عارفين السبب، عشان بس يجيلك في الامتحان فاحنا لا، السبب unknown غير معروف، بس احنا بنقول ان في بعض الحاجات الكتير اللي ممكن تكون سبب. خلاص، من ضمنها الحاجات اللي انا عماله اقولها لك دي ممكن تكون المشيمه اصلا او البلاء هي السبب، ان هي اللي قللت البلاد فلو اللي واصل، فبالتالي حصل ده. ممكن يكون ازاله المشيمه او البلاسينتا عن طريق عملنا مثلا ترمينيشن للبريجنانسي او الحمله وهكذا. فده برضو من ضمن الحاجات. برضو بيقول لك الكلاسيفيكيشن بقى، التصنيف ممكن نقسمها ان هي مايلد وممكن تكون سيفير. طيب سيفير دي بنسميها ننت للاكلامبيزيا. المايلد بري اكلامبيزيا الساينس اللي بتظهر على المريض بيبقى عنده صداع، انه فيجوال ديستربنس عنده، هو بالنسبه في الرؤيه فمفيش اي مثلا مشاكل او حاجه، بس يبقى عنده اوليجوريا، عسر في البول، عنده ضغط الدم عالي اكبر من 140 على 190 على 90 اتكلمنا. بعد 20 اسبوع طبعا ده قلناه فوق، بيبقى عنده اديمه وتورمات وبروتونوريا والكلام ده كله قلناه فوق. مستوى البروتونوريا التوتال بروتين بيبقى اعلى من 300، فمهم جدا تعرف ان التوتال بروتين بيبقى اعلى من 300 لكل 24 ساعه يا شباب، ركزوا قوي. طب كده كانفستيجيشنز يا دكتور بنطلبها وتحاليل وهكذا، قال لك نطلب سي بي سي طبعا، صوره دم كامله، انتوا عارفين سي بي سي هو كومبليت بلاك كاونت، والليفر فانكشن اختبار وظائف كبد، باليوربين با، اس جي بي تي ان، عندنا الكوشن وظائف كدني كده زي ما اتفقنا، شوف الكاجوليشن والفايبرينوجين الدنيا، مستوى البروتين لان احنا اتفقنا ان هو عنده بكتيريا. بص وداكم حاجه احنا بنعرف من خلال لما بعرف الاسباب اقدر اعرف ايه اللي هيترتب عليها، وبقدر اعرف العلاج. فمجرد معرفه الاسباب هقدر اعرف ايه الكومبليكيشنز والمضاعفات اللي ممكن يدخل فيها، وبمجرد معرفتي ده برضه هقدر اعرف ايه الحاجات والتريتمنت اللي ممكن اعالجه، وبمجرد ده بقدر اعرف انا بعالجه من خلال ايميشنز، بعمل له تحاليل. بروتونوريا ليه انا عرفت ان هو عنده بروتونوريا صح من ضمن الساينس، يبقى بالتالي انا لما شفت اعمل تحليل البروتين ده لازم اشوف مستوى البروتين في اليورين كام. خلاص، ان احنا اتفقنا ان هو لو عنده بروتونوريا هيبقى ايه اكبر من 300، فاهمين؟ ركزوا قوي. بعمل برضو فانس اكزامينيشن لان احنا اتفقنا ان في مشاكل ممكن تكون البلاسينتا من ضمن الاسباب وهكذا. كل دي حاجات متعلقه خلاص بالاسباب او الكلاسيفيكيشن او الساينس اللي احنا قلناها فوق. بعد كده المانجمنت هناجي برضه نفس الحوار، هقعد اهري لك واقول لك حاجات متعلقه باللي فوق. بتجنب ان هو افويد جيفنج انتي هايبرتنسيف، احنا عرفنا ان هو ضغطه عالي صح. بالنسبه بقى للادويه بتاعه الضغط في حاجات هينفع ياخدها وحاجات لا، فمش اي حاجه، فبيقول لك افويد جيفنج انتي هايبرتنسيف، فركز في ده عشان انا بعمل ايه كونسرفيتيف مانجمنت، انا عايزه اتحكم. الديوريتك او مضادات البول بتكون ممنوعه، الديوريتك او مضادات البول بتكون ممنوعه يا شباب. كونترا انديكيتد. ريديوس الفيزيكال اكتيف، همنعه بس من ان هو يتحرك كتير، هنقلل النشاط بتاعه، هنقلل في الدايت بتاعه عشان منع الضغط. ريسيداتيف خلاص تهديه. التراساوند بقى بنعملها عشان الفيتال سمو كل اسبوعين، كل 4 اسابيع، كل شهر وهكذا. بنعمل اسسمنت للفيتال من خلال بقى السائل اللي موجود عنده، لما الفلود الفيتال كيكه والرقلات بتاعته اللي هو بيضرب، اللي هو بيرفس كام مره في بطن مامته مثلا، يعني هو بيتحرك مره. الدليفري الترم هو بيتولد مثلا عند كام اسبوع، بعد كام اسبوع هيتولد. الفريكونسي بتاعته الزيارات كل اسبوع، كل جمنت من ضمن الحاجات اللي بناخدها. في كان ريكورد البلاد بريشر، بنسجل ضغط الدم كل زياره، بنعمل فورمولا دايليتد ميديكال اكزامينشن وفحص، بنعمل اناليسيس تحليل بول للقلب يومين، برضو ده مهم جدا. تحليل البول ايه القلب يومين خلاص، عشان احنا اتفقنا احنا فوق في الانفستيجيشن بنعمل البروتين بس ركز. كل ده بيرفورم ديلي سيرش فور كلينيكال ساينس انديكيتنج سيفيرتي، يعني لما بعمل كل الحاجات اللي احنا بنتفقها اللي احنا بقولها لك دي، هي بتشير لك بقى هل هو سير ولا ايه الدنيا. البريفنشن طبعا بل من ان هو ما ياخدش اي ولا فيها سالت ولا يبقى فيها بروتين عالي، ما ينفعش لان هو اصلا عنده بروتينوريا، بروتين في اليورين ايه عالي. برضو لود اسبرين، هقلل الاسبرين،
هقلل مستوى الكالسيوم والمغنيسيوم هزوده، لان احنا اتفقنا ان ممكن يكون الغذاء لو تفتكروا فوق، وانا بقول هنا اهو ان هو ممكن يكون الغذاء اللي واصل له مش فيه ايه بعض الحاجات زي المغنيسيوم والكالسيوم. ان بي ايه بقى يا دكتور؟ قال لك ان early detection and proper management are the most important factors، دي بتكون من ضمن العوامل المهمه. فده بالنسبه للإكلامبيزيا. انا لما بقدم مبكرا يكون من ضمن العوامل اللي عليا ان احنا او البيبي يعني يحصل له سيفير. بقى دي يا شباب السيمتوم ظهر على المريض هتلاقي عنده صداع مستمر. خلي بالك في المايلد قال لك نو فيجيتال بينز، ما كانش عنده مشاكل في الرؤيه، لكن هنا في السيفير على مشاكل في الرؤيه، الجاستريك في فم المعده، مشاكل في الكبد، مشاكل في كل حاجه. البروتينوريا هتزيد، الاوليجوريا 500 مللي كل 24 ساعه، عسر في البول هيزيد، كل ده خلاص. انيميا بقى، هيماتولوجيك، الجهاز اللي هو الهايبرفليكسيا، عندك ايه تاني، الجلوس بتاعه هيحصل له ريستريكشن، حتى نمو الطفل هيبدا يقل، كل مشاكل. طب مانجمنت بقى، ادميشن تو ذا هوسبيتال، ببدا بقى هنا فانا هبدا لا مش هينفع بقى معانا الانفستيجيشنز اللي بنعملها دي وخلاص، ده هنا لازم ادخله مين؟ ادخله معايا المستشفى. طيب بنبدا هناك كنت بقول لك ما تديلوش اي ادويه للضغط، صح؟ هنا لا، هنبدا لازم نديله ادويه للضغط. هناك كنا يا دوب ان احنا بنمنع ان هو ايه ما يدخلوش ملح في الاكل كتير، ان احنا نقلل البروتين. لكن ده هنا لازم طبيا وقلل مين؟ البروتين، وقلل الاملاح، وقلل الضغط نفسه، مش من الاملاح بس، فاهمين؟ فعشان كده بديله بقى نينس